من بين أهم الشيوات اللي وجدت اليوم واللي ممكن تقدري تضيفيها المائدة وهو ميني بطبوط معمر بالكفتة. بالنسبة للعجين نحتاجو 400 غرام من الطحين و200 غرام من الفينو، نصف ملعقة صغيرة من سكر سنيدة أو عسل، ملح، ملعقة كبيرة من زيت زيتون، وأخيرا ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. نخلط الخليط جيدا بالماء الدافئ ثم نتركه جانبا لمدة 30 دقيقة. بالنسبة للحشوة كنحتاجو ليها بصلة واحدة مفرومة مع حبة واحدة من الفلفل الأحمر الحلو مع كمية قليلة من القزبر والمعدنوس المفروم جيدا مع كمية اختيارية من الكفتة. بالنسبة للبهارات كنحتاجو ملح، فلفل أحمر حلو، والفلفل الحار، الفلفل الأسود، وأخيرا الزيت النباتي. نترك الكل فوق نار متوسطة مع التحريك المستمر مدة تقريبا 20 دقيقة. نترك الخليط جانبا حتى يبرد. من بعد غادي نشكلو كرات من العجين، تكون كرات صغيرة جدا، نبسطوها بقليل من الزيت ونوضع وسط كل كرة قليل من الحشوة ونجمعوها كما مبين في الفيديو. من بعد نبسطوها قليلا ونوضعوها في مقلاة تكون ساخنة. نحاول ما نقلبوش الميني بطبوط بزاف باش ما تخرجش لينا الحشوة اللي في الوسط حتى ياخد لون ذهبي. جربوهم فكيجيو زوينين، ومن بعد كنزلوهم في طبق تقديم بالصحة والراحة.